تخيّلوا بقى لمّا أكون قاعدة كده وكسلانة ومش عايزة أعمل أي حاجة، ما ليش نِفْس أعمل أي حاجة خالص، وقُلنا بقى مش هنطبخ النهارده، الجو حَر كده وقُلنا هنقضّيها بأي حاجة بالموجود عندنا في البيت، لو حتى هنقضّيها ساندوتشات. ففجأة وأنا قاعدة كده قدّام التلفزيون وكان التليفون في إيدي كده لإن كنت فاتحة نت كده وقاعدة، فلقيت جوزي بقى بيتصل عليّا وبيقول لي: "جهّزي غدا بسرعة عشان أنا جاية من الشغل وجاية معايا ضيوف." فبُص بقى احتجت بقى واحترت طب هاعمل إيه، يا ترى عندي إيه، قعدت أفكّر كده طب هاعمل إيه يا ربي، طب هالحق أعمل، طب مش هالحق، بس الحمد لله قُمت جري كده قعدت بعد ما قعدت أفكّر شوية كده قُمت جري فتحت الفريزر بتاعي وقعدت أشوف إيه اللي فيه، فلقيت عندي فرخة يتيمة كده قُلت حلوة إن شاء الله تكفّي، وقُلت بقى أطلّع شوية خضار كده كمان، وتعالوا بقى ندخل المطبخ ونشوف هنعمل إيه مع بعض. حبايب قلبي إزيكم عاملين إيه؟ وحشتوني، إن شاء الله يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهارده كده صلّوا على النبي الأول واذكروا الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وحطّوا لي بقى like حلو كده وشجعوني في بcomment حلو كده من كلامكم الجميل اللي دايمًا بيشجعني وبيدفعنا للأمام كده إن شاء الله عشان بإذن الله كده نكبر بيكم ومعاكم ونبقى عيلة جميلة وكبيرة مع بعض بإذن الله. بُصّوا بقى يا حبايبي، أنا كان عندي الفرخة زي ما أنتم شايفين كده طلّعتها من الفريزر وفكيتها بسرعة، بسرعة كده، وكمان قُلت بقى هنعمل وصفة حلوة عشان أحطها كده على سفرتي هتنوّر السفرة وهتشرّف جوزي كده قدّام ضيوفه، تمام؟ فكرة حلوة برضه لو عندِك عزومة والّا حاجة ويبقى صنف من الأصناف اللي بتتعمل في العزومات. الفرخة بتاعتنا جِبت بصلتين كبار كده ضربتهم فرمتهم في الكبة وحطيت عليهم فلفل أسود ومعلقة ملح دخّلت بقى الخلطة دي كده في الفرخة من جوّه وتحت الجلد وفوق الجلد وتبّلتها كويس وركنتها جنبي، وجبنا الخضار بتاعي كان عندي كوسة وجزر متفرّزين، وجبت كمان بطاطس 4 حبّات بطاطس كده وقشّرت وقطّعتها مكعبات سميكة يعني كبيرة شوية كده عشان تاخد سِوى الفرخة. وجبت بقى البصل والطماطم وفلفل أخضر، قرن فلفل أخضر كده، وكمان فصّين 2 توم بس كانوا كبار طبعًا قسّمتهم بالسكينة وأنا باقشّرهم. تمام، صلّيتوا بينا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قطّعت البطاطس وباقطّع بقى الخضار بتاع الطماطم باقطّعها مكعبات صغيّرة كده، وكمان وقطّعت البصل برضه مكعبات صغيّرة، وكمان التوم برضه باقطّعه بالسكينة كده، لو عايزة بقى تفرميه تدقيه كده أو تنعّميه براحتك أنتِ حُرّة، تحطيه سليم برضه أنتِ حُرّة، هو بيدّينا ريحة حلوة للطبخة بتاعتنا. وقطّعت قرن الفلفل كده برضه على الطماطم والبصل والتوم، وبكده بقى يكون الخضار عندي جاهز، الخضار برضه الكوسة والجزر المتفرّزين طبعًا حطيتهم كده في شوية مَيّة لمّا فكّوا كده وآخدهم بقى دلوقتي على الحنفية كده، هادّيهم شطفة وأصفّيهم، وضِفت كل الخضار على بعضه في صينية كده وجِبت التوابل بتاعتي، كان ملح وفلفل أسود وكزبرة ناشفة وكمون عندي بهارات مشكّلة، وكمان جِبت كام ورقة من الورق اللوري كده، لو في مطحون تمام ما فيش خلاص، وكمان نُص معلقة كده من الزعتر بيدّيها ريحة وطعم تحفة، تمام. الفرخة بتاعتي طبعًا بعد ما سِبتها حوالي نُص ساعة كده في التتبيلة بتاعتها، طبعًا مش نُص ساعة ولا حاجة، هو أقل كمان، هي المفروض تاخد نُص ساعة، ساعة، على حسب يعني الوقت اللي عندِك. على ما جهّزت أنا الخضار كده، قطّعت الخضار بتاعي وجهّزت كل حاجة كده، جِبت بقى الفرخة بتاعتي كتّفتها كده بقى وحطّيت فيها شوية خضار وبقية الخضار، جِبت الكيس الحراري عشان طبعًا ما ياخدش وقت والحق أخلّص قبل جوزي وضيوفه ما يطُب عليَّ، يقطع استنوا بقى أنا هنِّجت، حطيت كل الخضار في الكيس الحراري كده، وحطيت الفرخة بتاعتي ودهنتها كده، وحطيت معلقتين من السمنة البلدي على الخضار، وجبت معلقة كمان من السمنة البلدي كده ودهنت بيها الفرخة، وهاربط بقى الكيس بقى الحراري بالقفل بتاعه كده وعلى الفرن، وخدت ساعة في الفرن وكانت طالعة زي العسل ولونها جميل ومستوية والخضار مستوي، وكانت حلوة أوي، أوي وطعمها كان حلو وكانت ريحتها جايبة آخر الشارع. عايزة أقول لكم بقى يعني لو الطريقة دي حلوة ولو كمان بتنفع لو مثلًا عندِك عزومة أو عندِك ضيوف أو هتعمليها في بيتِك لأسرتِك ولادِك وجوزِك، حلوة أوي، الخضار مفيد جدًا والفرخة والخضار بياخدوا من طعم بعض كده بيبقوا طعمهم حلو أوي.
جربي الوصفة بالطريقة دي، صدقيني هتعجبك. طبعا كل اللي كانوا منها شكروا فيها جدا، طعمها حلو قوي، وكمان شكلها حلو، هتشوفوها في النهاية. بعد ما قفلت قفل الكيس كده طبعا بالسكينة، المفروض كان كازلك رفيع شوية، بس انا بيني وبينكم يعني ما كانش قدامي، فكسلت ان انا اروح ادور على كازلك او اجيب كازلك من الدرج المطبخ وكده. فقلت بقى السكينة هي اللي قدامي، فايه خرمت الكيس كده كام، زغدته كده كام زغد كده عشان ايه يديها لون حلو وتحمر وبتاع. بعد ما طلعت من الفرن كانت بالشكل ده وبالجمال ده وبالحلاوة دي. ايه رأيكم بقى؟ بصوا انا ولعت الفرن من تحت بس، والفرن بتاعنا الفرن الغاز العادي البلدي خالص. ما ولعتش من فوق الشواريق من فوق، لا بالعكس انا ولعت من تحت بس وطفيت من فوق و وقفلت الفرن وسبتها. بصوا لما خدت بقى اللون الجميل ده وكانت مستوية وكانت حلوة قوي ما شاء الله، جميلة جميلة جميلة. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ حاجة كده ما شاء الله. بصوا حطيتها بقى في طبق التقديم كده وحواليها شوية الخضار، وعملنا بقى شوية رز بالشعرية وشوية سلطة وشوية مخلل، وكانت حاجة كده تفتح النفس. ايه رأيكم يا حلوين؟ يا رب بقى الوصفة بتاعت النهاردة تعجبكم وأكون ضيفة خفيفة على قلبكم. ما تنسونيش في اللايك، ولو بتشوفوا قناتي لأول مرة اتفضلوا نوروني وشرفوني وزودوا عيلتي الجميلة اللي هتكبر بيكم ومعاكم بإذن الله، وحطوا له اشتراك كده ويشجعونا بقى بكلمة حلوة في كومنت. تعالوا بقى نشوف الخضار بتاعنا. بصوا البطاطس مستوية ودايبة دوب كده والله زي العسل. عايزة اقول لكم كان يعني ما عرفتش ادوق قوي قدامكم لان الاكل كان سخن جدا، الخضار والفرخة طبعا لسه طالعين من الفرن كانوا سخنين قوي قوي، فما كنتش اصلا عارفة ان انا ادوق خالص. بس عايزة اقول لكم الطعم كان رهيب. بصوا الفرخة مستوية قد ايه، بصوا بيضة من جوه، وبصوا اللحمة ابيض ازاي، مستوية وجميلة تحفة. ايه رأيكم بقى؟ يلا حبايبي ده كان الفيديو بتاعي، اتمنى فيديو النهاردة يعجبكم، ما تنسونوش في اللايك والاشتراك، والسلام عليكم.